يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى اخوات في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسيش لو انت جديدة في القناة فعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، عشان كل ما انزل فيديو يوصلك الاشعار بتاعي. زي ما انتوا عارفين ان انا بشارك يومي بكل تفاصيله. النهاردة نبدأ اليوم بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. يا رب فرج هم كل مهموم واجد الدايرة عن المدينين. قول اللهم امين. لعل وعسى في يوم من الايام تكون الدعوة دي من حدك ومن نصيبك. اليوم كان بادئ ما شاء الله من الصبح بدري، وكان كله نشاط وحيوية. والله العظيم بص ملحقتش ان انا يعني اكمل، والحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. دايما نحمد ربنا على الحلو وعلى الوحش، الحمد لله. يوسف وجع واتعور، وبقيت بصوا في توتر. بقيت عمالة اقول يا رب يعدي اليوم ده على خير. انا صاحية من الساعة 9 الصبح، انا خلصت الأوضة دي على الساعة 9 بالليل. عارفين ان انا ما باخدش فيها نص ساعة اصلا. بس لما بقى يعني وجع مرتين، اول مرة يعني كتمناها، تاني مرة بقت عمالة تجيب في دم وطلعت بيها على المستشفى، وكان توتر. واللهم لك الحمد والشكر يا رب على كل حال. ان ربنا بيفتكرنا يعني عادي، الحمد لله. انا الواحد مش يأسان، بس كان بلا يقول ايه ده، انا بقيت اجع. إيه، الاجهزة اللي عندي بقت تجع وما كانتش راضية تشتغل. إيه، اليوم الحمد لله كان يوم طويل جدا، طويل طويل طويل. مع ان الواحد بيبقى فرحان بدخلة رمضان عليه، اول مرة يحصل له المواقف الغريبة اللي بقت عمالة تحصل لي في اليوم ده. ان الحاجات تجع، الكمبيوتر وجع والكيسة وجعت والجهاز الواي فاي، وما كانتش راضية الحاجة تشتغل. وانا بقيت اقول الحمد لله ان هي بتيجي في الاجهزة، مش بتيجي مثلا فينا. وقدر الله ما شاء فعل. ان الحمد لله كان ابني يعني تعويرة بسيطة اللي كانت في دماغه، والحمد لله كان قاعد يلعب عادي على العربية بتاعته صغيرة، وراح وجع. مجرد وجعة بسيطة راسه اتعور. فاللهم لك الحمد والشكر يا رب على كل حال. دايما نحمد ربنا 100 مرة، مليون الحمد لله. والله يعني بقى وجع ومتعور بقيت اقول الحمد لله الحمد لله. هو كان في توتر شوية ورعب، وانا من النوع اللي بخاف لما بشوف الدم بترعب. ف بقيت اقول الحمد لله، بس يا رب يعدي باقي اليوم ده على خير. يا رب يعدي باقي اليوم اليوم بالنسبه لي كان طويل، عماله تحصل فيه احداث، وانا اجي انزل من على السلم رجلي تفلت مني. بقى الحمد لله. اول ما خلصت الاوضه دي قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. كانت حاسه اطول اوضه في البيت كله، مع اني ببقى فرحانه بالاوض وما بتاخدش معايا وقت. بس الأوضة دي بجد هي ما خدتش وقت في التنظيف، بس أخدت وقت ان اليوم كله ما خلصتهاش في ساعة ولا يعني كل ما اجي امسك في حاجة فيها تحصل حاجة، كل ما اجي امسك في حاجة فيها تحصل حاجة لدرجة كنت خلاص اتخنقت بقى. والله العظيم اتخنقت وسبت باقي الحاجة. يعني انا كنت مطلع حاجات كتيرة في الصالة عشان بحب ان انا انضفها كده واكب مية فيها، عشان مش بعرف اكب ميه فيها بالطريقه اللي هتشوفوا دلوقتي بيها. عشان بيبقى فيه طبعا حتى في المخازن اللي هي بتاعه السراير حتى حاجات مش بستعملها. مش بحب احط الحاجه فوق الدواليب وكده، فبحب احطها في المخازن بتاعه السراير. فطلعت كل حاجه بقى من تحت السراير، اللي عرفت احطه فوق وانا تانية المرتبه كده حطيته، واللي ما اتحطش فوق تانية المرتبة طلعته بقى. مليت الصالة برا، بمعنى ان انا مليتها ما كانتش باينة من كتر الحاجات اللي محطوطة فيها. دي اللعب بقى كان واقف يلعب ورماها. بصوا يعني الحمد لله الحمد لله. بس ربنا يكمل شفاء على خير. وبنحمد ربنا ان هي جت في حاجة صغيرة، الحمد لله. افتكار ربنا رحمة برضو، الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وما تنسيش بقى لو وصلت للجزء ده من الفيديو تعملي لي لايك وتدعي لي دعوة حلوة كده من قلبك، عشان نكمل في باقي سلسلة الروتينات اللي بدأنا فيها دي. ان شاء الله خلاص جربت تخلص. احنا كده خلصنا المطبخ، وخلصنا أوضة النوم اللي هي بتاعتي انا، وكده خلصنا أوضة الأطفال. قاعد بقى الصالة وأوضة الجلوس، ونبقى خلصنا الشقة ان شاء الله مع بعض، وهنزينها ان شاء الله برضو مع بعض.
استنوا مني رسومات حلوة كتير الايام اللي جاية، بس شجعوني، ويا رب تعدي الايام دي كلها بخير وسعادة، يا رب يدخلها عليكم بالهنا والفرح والسرور والسعادة، يا رب يجعل دخل عليكم ولا فاقدين ولا مفقودين، قول اللهم امين. جبت بقى جردل في دوني، اهم حاجه الدوني علشان يعمل ريحه حلوه كده، ان طبعا مش بنرفع دايما تحت السراير، فعايزين دوني وبرسيل جل مثلا، دوني واريال، اي حاجه كده فيها ريحه حلوه وبتعقم في نفس الوقت الارضيات. آه، حطيها. شفتوا المشهد اللي عدى ده؟ انا برضو يعني استغبيت ان انا حطيته على حافة السرير، فانا قلت برضو ده غلط مني انا، ان انا حطيته على حافة السرير كده وقع على الارض، ما كانش راضي يشتغل الجهاز بتاع الواي فاي، وما كانش راضي يشتغل. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. بعد كده بعدها بشويه، بعد ما زعلت شويه كنت متضايقه بقى في الوقت ده وانا بمسح هنا، اشتغل الجهاز الواي فاي جوزي شغل، وبعد ما كنت فاقده فيه الامل ما كانش راضي ينور اصلا معايا النور، فالحمد لله. لقينا السلك تحت المرتبه انا يعني بتاع الجهاز واشتغل الحمد لله. بعد ما كنت متضايقه جو في الجزء ده، كنت متضايقه، قلت الحمد لله يا رب، ايه يا رب بقى عدي اليوم ده على خير بقى، بص بخانقه، وبقيت عماله اقول الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. بس وبدات بقى مسحت، ما حكيت بقى الارض كلها بالفرشه بتاعه المجشه، وكبيت بقى الميه، وكان معايا الخيشه، عزكم الله، لميت بقى بيها الميه عشان ما تطلعش على بره. اي يا يوسف. بعد كده بدات بقى ارجع الحاجه تحت السرير تاني، انا حاطه يعني السرير ده بقى نظمت تحت السرير، يعني خليت السرير ده مثلا في شنط اللبس الشتوي اللي في حاجات يعني جواكت كده تقيله دخلتها بتاعت يوسف ابني، ان الجو خلاص ما بقاش برد جامد، وحاجات كده ما بقتش بستخدمها رحت دخلتها، ومواعين بقى، دي طقم طاسات لسه ما استخدمتش منه، 3 طاسات كده مع بعض لسه ما استخدمتهمش، وطقم حلل اللي هو الالومنيوم، وطقم الحلل اللي هو بيبقى الصاج ده، وطقم حلل، وطقم مجات لسه ما استخدمتوش. فالحاجات اللي مش بستخدمها واخده مساحه مثلا عندي في المطبخ، بروح احطها تحت السراير. صراحه المخازن دي المنقذه، وما بحبش المنظر اللي هو بيبقى هيصه ده فوق المطبخ او هيصه فوق الدولاب. وبعد كده ده الحنطور برضو لما انتوا شايفينه اهو راسه، وكانوا رابطينها له في المستشفى. ده بقى خليت بقى العدة كلها بتاعت جوزي، عشان وقت ما يعوز يعني حاجة يبدأ ان مثلا يرفع تحت السرير يلاقي كل الحاجة اللي هو محتاجها تحت السرير ده، عشان ما يقعدش يدور هنا وهنا. كان حاططهم فوق الدولاب، وانا صراحة ما كنتش حابة المنظر بتاع اللي هو فوق الدولاب ده خالص. بعد كده جبت بقى ملايات نضيفة، وبدأت بقى ايه افرش الملايات دي. كانت بقى الملايات دي بقى مركونة في السبت، كنت متعودة اول ما بلمها من على السرير بحطها على طول في الغسالة. فالحمد لله قلت بقى الصبح ان انا ايه هشغل عليها، وحقيقي ان انا اول ما قمت من النوم كده واليوم كان بادئ الحمد لله برضو حلو، فحطيتها في الغسالة، وكان اليوم عدى على خير الحمد لله في اخر اليوم. بس يا يوسف، شايفين راسه ازاي مربوطة؟ ادعولي ربنا يكمل شفاء على خير. الحمد لله الأوضة راجت، كنت حاساها زحمة، وكنت حاساها زيطة، هي زيطة أصلا باللعب والكراكيب، هي دايما بتبقى كده في أوضة في البيت، بتبقى تحسوها زحمة وكلها كراكيب، بتبقى كل اللي انت مش محتاجاه بتحطيه فيها. احنا بالفعل حاطين كل الحاجات اللي انا مش محتاجاها في الأوضة دي، اذا كان تحت السراير، اذا كانت مثلا الغسالة، اذا كان اي حاجة مثلا مركناها كده على جنب. اهو بعد ما خلصت الأوضة بقت ما شاء الله زي الفل. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسيبكم في رعاية الله وحفظه.